السلام عليكم. هنتكلم مع بعض النهارده عن اخبار الدوري المصري ونتائج مباراة اليوم في الدوري المصري والكرة العالمية. نبدأ كده بالدوري المصري. انبي والداخلية 0-0، طلائع الجيش وحرس الحدود 2-2، فاركو وفيوتشر 3-2، الاهلي وسيراميكا كليوباترا 1-1. هنتكلم بقى كده شوية عن النادي الاهلي وخصوصا المباراة اللي حصلت النهارده. الاهلي حرفيا بيرفض كل الهدايا. فرصة للزمالك اللي هو يتصدر الدوري بكرة بفرق الاهداف عن الزمالك. لو كسب الاسماعيلي بكرة هيتصدر الدوري بفرق الاهداف عن الاهلي، تمام. والاهلي حرفيا بيرفض كل الهدايا. انت في اخر الدورة هتندم. عاوزين بس نقول حاجة واحدة، لسه قول 3 ايام او يومين على يناير. عاوزين صفقات في اسرع وقت، عاوزين بالكتير قوي 7-8 بعد اللي احنا شفناه النهارده. في لعيبه لعبت وفي لعيبه مش عاوزه تلعب، في لعيبه انت جايبها اصلا مش لا نفس، في لعيبه يعني النهارده احنا سبحان الله كنا بنقول امبارح محمد هاني ما بيبداش الماتش، النهارده بدأ وكسر الدنيا. واحنا عاوزين المستوى ده يا هاني، دايما عاوزين دايما يا هاني المستوى ده. ما تلعبليش بقى ماتش حلو وماتش وحش. شابوه يا هاني، وان شاء الله الماتشات الجايه تبقى احسن من دي، وشد حيلك والاهلي محتاجك الفتره الجايه. رساله بقى للشناوي، انت ماتش هتبقى حلو وماتش هتبقى وحش، والكره اللي جت في الجول دي ايه لازمتها؟ ايه لازمتها اللي انت تطلع فيها؟ طالع تمسك الهوا والدفاع واقف يتفرج. يعني الدفاع واقف يتفرج ان الكره تيجي جول، بدل ما يطلع يعمل ارتقاء، يجيب الكوره، يعمل خطوره لاحمد رمضان بيكهام، يخوف ويعمل له اي حاجه، راح يسيبوه ويتفرجوا على الشناوي. ما عندناش كلام يتقال غير ان الاهلي يفرض عقوبات بكره على اللعيبه دي كلها والجهاز الفني، او يتوقف مستحقاتهم لنهايه الموسم. افرض عقوبات بقى، خلاص تالت ماتش وتاني ماتش على التوالي تتعادل فيه، وانت يعني لسه بادئ الدوري. عندك الماتش الجاي يوم الاثنين مع بيراميدز وهيبقى ماتش صعب. الاهلي محتاج في يناير اقل حاجه يعني 6-7 صفقات، ويكون صفقات سوبر كمان. اداء النهارده كان احسن من مباراه سموحه. احنا ما عندناش مهاجمين فعلا، على كلام كولر قال النهارده بعد التصريحات احنا ما عندناش مهاجمين. معاه 3 في الفريق ما هوش مقتنع بيهم نهائي. حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين مش مقتنع بيهم. مدرب طالب منك مهاجم ويكون سوبر. اتمنى الاهلي يخلص في صفقات الايام دي، عشان احنا محتاجين الصفقات دي في يناير ومحتاجينها احتياجا كبير، سواء بقى كان مهاجم، مدافع، وسط، صانع لعب، جناح. احنا محتاجين صفقات وكهربا يرجع يشارك. بس كده اللي اقدر اقول على النادي الاهلي. مفيش تقييمات النهارده للعيبه. نخش بقى على نادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده اعلن القائمه بتاعته، لما انتوا شايفين القائمه بتاعته. وغيابات الزمالك بكره عمر جابر ويوسف حسن. على الطرف الثاني بقى كابتن احمد حسام ميدو عنده مباراه صعبه جدا. نقول كده مباريات الدوري بكره عشان ننتقل الى الاخبار العالميه. اول ماتش معانا هيبقى المصري البورسعيدي مع اسوان الساعه 5، وتاني ماتش معانا وهو الاسماعيلي والزمالك الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره. دي كل اخبار الكره المصريه. نخش بقى على اخبار الكره العالميه. اول مباراه معانا وهي في الدوري الانجليزي مانشستر سيتي مع ليرز اليونايتد، والمباراة انتهت بنتيجة 3-1 لمانشستر سيتي، وإمبابي ينقذ باريس سان جيرمان من التعادل ويحرز هدف قاتل في الدقيقة 96. ينتهي اللقاء بنتيجة 2-1. ورسميا ليفربول يتعاقد مع جاكبو. باريس سان جيرمان يجدد عقد فيراتي حتى عام 26. وبس كده، دي كل أخبار النهاردة. اكتبوا لي تحت في الكومنتات توقعاتكم لمباراة الزمالك أمام الإسماعيلي بكرة. وبس كده، شكرا، مع السلامة.